احلى ولا المحل؟ انت انت حبيبي. وبتبلع بايه؟ بفيكولا عشان احنا مقاطعين. اه ايه رايك يا جوجو؟ احلى من المحل بكتير. بجد نفس بجد. الطعم يعني؟ احلى كمان. حبيبي. احلى حاجه بقى تحط عليه الهوت صوص او اي حاجه سبايسي بقى، وبالعافيه. انا كان عندي نص كيلو بانيه، طلعته وقطعته شرايح بالحجم ده، تبقى شرايح صغيره مش كبيره. اسهل طريقه للنودلز. يلا معانا. انا اول مره اجيب النوع ده من النودلز، اول مره اجربه بصراحه، فقلت هنجربه النهارده. ده اول مره اجربه. الميه بتغلي هنحط فيها النودلز. ده نص كيلو انا عاملاه، فاحنا هنجربه معاكم النهارده. ده نص كيلو هنحطه في الميه دلوقتي. خلي بالكم من النوع ده لانه مش بياخد سوا، ما فيش 5 دقايق خلاص حساها استوت لما دقتها. فيها عضه خفيفه خالص عشان لسه هتنزل في صوص. اوكي، فخليكوا دايما حذرين. الشرايح شكلها جميل. ممكن تبدليها باي نوع مكرونه حسب امكانياتك، ما تربطيش نفسك بنودلز والكلام ده، كله بيتاكل في الاخر. دي وصفه النودلز العالميه بالطريقه المصريه. معانا فراخ بانيه متقطعه سلايز كده، حجمها ده حجمها. معانا نشا وتوم وملح وكاتشب وخل وصوص. اول حاجه هنعملها هنسوي الفراخ. هنحط مكعب زبده، بنشوح الفراخ كده مع الزبده، وبعد كده هننزل بصوص صويا صوص على دبس رمان علشان ياخد اللون. هنحط معلقه دبس رمان علشان ياخد اللون الغامق، وننزل عليها بنص معلقه ثوم كبيره، نص معلقه. بيدي طعم حلو قوي للفراخ مع الصوص. حطينا معلقه صويا صوص، حوالي معلقه كبيره، ونقلب لحد ما تنشف خالص. نبتدي ننزل بالخضار والخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي. عايز توقف يدوس. هنحط هنا الصويا صوص والكاتشب